كل سنة وانتم طيبين. بمناسبة صوم العذراء هنعمل مع بعض قرص العذراء. أنا بعملها من سنين طويلة جدا وبعملها بنفس الطريقة ما بغيرهاش وبنفس المقدار، وزي ما احنا شايفين ما فيهاش غلطة. إن شاء الله هديكم خلاصة خبرة السنين زي ما بيقولوا في الفيديو ده. في تريكات كده واحنا شغالين هنقول عليها عشان تديكي أحلى قرص. أول حاجة عندي كوباية حطيت فيها معلقة من الخميرة الفورية، هحط عليها معلقة من السكر وهحط عليها ربع كوباية من المية الدافية وأقلبهم كويس مع بعض وهركنهم على جنب. دي اول حاجه بتاكد ان الخميره بتاعتي شغاله ونشطه وكويس عشان ما تبوظليش القرص بتاعتي. بعد كده نجيب بقيه المقادير بتاعتي. انا هديك المقدار الاساسي اللي انا بشتغل عليه وممكن تضعفيه. دي 5 كوبايات من الدقيق متعدد الاستخدامات او دقيق البيتزا هيبقى حلو قوي، ومعلقه وكوبايه من السكر، سكر التموين حتى هو لونه ما كانش حلو، يعني لو سكر ابيض هيكون احسن. حطيت عليه 3 معالق من السمسم، لو ما بتحبيش السمسم ما تحطيش. حطيت ذره ملح. هحط كمان معلقه من بيكربوناتو اللي هي بتاعه الطعميه، بتبقى حلوه قوي برضو معاه. وهحط كوبايه من الزيت النباتي، اي زيت عباد او زيت ذره. حد يقول لي انا بعمله بالسمنه النباتي، معلش نحاول نقلل بقدر الامكان من السمن النباتي. انا مش بستخدمها غير لو في وصفه لازم يتحط فيها سمنه، فبالتالي بستخدمها. انما القرص اعمليها بالزيت احلى صدقيني. هقلب الزيت في الدقيق واقلب المكونات كلها مع بعضيها. السكر حد يقول لي السكر مش هيدوب، لا هيدوب يا حبيبتي. بعد كده حطيت الخميره بتاعتي، وفي نفس الكوبايه هملأ الكوبايه ميه. انا عياراتي كلها بنفس الكوبايه. حطيت كوباية من المية ونص كوباية هركنه جنبية لما أشوف هحتاج ولا لأ. المفروض إن ال5 كوبايات دي بتحتاج كوباية ونص من السوائل. أنا حطيت كوباية وحطيت حوالي ربع كوباية مع الخميرة، يعني أنا مفروض أحط كمان ربع كوباية. أنا لأني بحبها طرية، لأن كل ما بتعملي عجينة طرية بتديكي قرص في النهاية برضو بعد الخبز طرية وحلوة. فكده أبتدي أعجن. حد يقول لي طب ما هي هتبقى طرية هتلزق ومش هتبقى حلوة. هتلزق بس مع كتر العجين التلزيقة هتروح، هتبقى طرية لكن ما فيهاش تلزيقة. ابتدي اعجن حوالي 10 دقايق، وانت اديها بقى طلعي الغل كله والكبت كله في العجينة. شايفة الطبق نضف ازاي؟ هغطيها واركنها على جنب نص ساعة. ده كده مقدار، ده ضعف المقدار تقريبا. انا كنت عاملاه قبل كده يعني فبرضه صورته لكم. هبتدي ان انا اكورها على حسب حجم القرصه اللي انا عايزاها، وعندي صينيه مدهونه من الزيت، وابتدي ارصها على الصينيه. لو لغايه هنا بقى انت متابعاني اعملي لايك للفيديو، شيريه لاصحابك. لو اول مره تشوفي قناتي هي للاكل الصيامي بس، يا رب تعجبك فكره القناه ويعجبك الاكلات اللي موجوده على القناه. وقولي لي افكار، لو انتوا عايزين افكار جديده نعملها ان شاء الله مع بعض. كده هكور المقدار كله واغطيه واريحه نص ساعة او ربع ساعة مثلا. لو انتي في الحر كفاية ربع ساعة. غطيه عشان ما يعملش قشرة كده على الوش، وسيبيه ربع ساعة. بعد كده بجهز السيجان بتاعتي اللي انا هسوي فيها وادهنها دهنة زيت. هنا انا دهن الرخامة بتاعتي دهنة زيت خفيفة، وبحط اول واحدة عملتها وما بضغطش. لو انتي شايفة انا ما بضغطش قوي على النشابة بتاعتي، ضغطة خفيفة جدا. ممكن تحطيها على طول في الصاج وتفرديها في الصاج، بس دي بحس ان وشها بيبقى احلى يعني لما بيتعمل كده بالنشابه. مكان الصوابع مش باين وبتبقى احلى. لكن ممكن انا كملت على فكره المقدار بايدي من غير النشابه يعني، بايدك وتحطيه على طول في الصاج وتدهني الصاج. تدهنيه دهنه خفيفه من الزيت، ما تدهنيش زيت كتير. الزيت الكتير بينشفها وبيحرقها من تحت. ما تحطيش، يا دوب دهنه خفيفه خالص من الزيت واعملي وتسيبيها بقى لما تخمر. تقعد قد ايه لما تخمر؟ ده على حسب الوقت. لو احنا في الشتاء بتقعد كتير، بتقعد كذا ساعة. لو احنا في الصيف ساعتين 3 هتلاقيها خمرت وبقت جميلة وزي ما احنا شايفين كده. بعد ما خمرت انا كنت مغطياها بس قريتها عشان اوريها لكم. الفرن بتاعي يبقى سخن على درجة حرارة 220. الرف اللي هو فوق القاع على طول، اللي هو يعني اول رف من تحت. وتبتدي ان انت تسويها زي ما احنا شايفين، طالعة زي الفل.